برنامج عندي ما نقول لك بتحكي على امها بكلام كبير. الام اللي ربت، اللي تعبت، اللي خدمت فام دو ميناج، اللي عانت، اللي بنت لبنتها دار وقت اللي المفروض بنتها ولا رجلها يبني لها الدار. الام بكل المعاني اللي نتصوروها، الام الحياه، الام تحكي على امها وكانه تحكي على كائن خرافي، على كائن ماهوش عادي، ماهوش طبيعي. سي فري بالحق، تحكي على امراه مش عاديه، مش طبيعيه. البو عاود حياته. نقولوا الرجل اناني بطبعه، بون مش ديما، لكن عاود حياته، شاف حياته. الام هذه لا، قعدت لبناتها وحياتها الكل مع بناتها. اللحظة الحاسمة مع صديقتنا ريهام بن عليا. مساء الخير ريهام. مرحبا بك علي. مرحبا بك ريهام، شكون بحذاك؟ الليلة بجنبي فطومة، محليها امرأة طيبة وضحاكة وشهلولة هكا بارك الله فيك. عايشك، مرحبا بك. قلت لي نتفرج فيك وجيت من جدوبة وعايشة لبرا. يحكي لي، نحب نعرفك وين عايشة لبرا بالضبط؟ عايشة في فرنسا. في فرنسا. عندك صغيرات ولا؟ عندي تبارك الله 7 وحفايض. تبارك الله الحمد لله. تبارك الله. حفايضي رجال. يعني أصيلة ولاية جندوبة. ولاية جندوبة. طابت لجندوبة وتعاود ترجع لبرا. بكري كنت نمشي نقعد بالعامين باش نهبط، كي كبروا ولادي توا ندي من عايشة هنا. شنو خدمت فطومة؟ شنو؟ والله ما خدمت شوية، نقردي في الصغار، فندي ميناج شوية. المهم واحد يدبر. الحمد لله توا نتريت الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يلا لا ربي يفضل لك صغيراتك وأحفادك. يعيشك. ربي يطول في عمرك. عندكش فكرة شكون جابك بحلالي؟ والله خمم. انا جتني البارح الصحافه وقالت لي هيا خمم، عندي الشك اما واحد من ولادي اي ولا خويا والا خوك. باهي، انا ما نحبش نطول لك شكك، نشوفوا يا واحد من ولادك يا خوك. يا خويا نعبطوا بحلى عليه ونشوف. بارك الله فيك ما شاء الله. تفضلي. فطومة تحيي فيكم راه، حييهم. أنا فطومة، هاي لاباس عليك يعيش. شو أحوالك يا حاج؟ والله الحمد لله ما شاء الله. لاباس عليك؟ لا هوني يقرب هنا صافا صافا. الحمد لله يا مناضلة. شنو أحوالك؟ الحمد لله. عندك حد ما ريتوش عنده سنين؟ عندي يا مصيب ياسر باش يعرض عليه. شو معناتها يعرض عليه؟ عندي ولد عمي. أنا ما يصعب عليا شيء راه. الله ان شاء الله. عندك ولد عمك قداش ليك ما ريتوش؟ من عام 70. هذا قلت لك سي برشا. من عام 70 هنا في تونس، ونتمنى باش نعمل عليه تفتيش. والله خممتها وحكيت فيها مع اولادي. بالك الليله جاي. نتمنى صعيب برشا. انا ما عنديش حظ. عام 70 صعيب برشا. شاكه في واحد من اولادي. بي شوف بعض المؤشرات. ولا خويا. خوك عليه قداش ليك ما ريتوش؟ والله خويا عندي تو نشوفوا بعضنا. اي انا متعاركين. لا مش وقعت سوء تفاهم، حاجه بسيطه. انا مرضت وهو ما جانيش. خذيت في خاطرك خذيت في خاطري كي نتقابلوا يعني بعاد على بعضنا، نسلموا على بعضنا، ما جو بارد شوي. قلت يحتمل هو باش نتسامحوا. ينجم يكون هو. هو ولا واحد من ولادي. بالذنب. به شوف معي المؤشر رقم 1. طب ان شاء الله. ناس بكري قالوا اسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي يضحكك. اسمع كلام اللي بكيك صحيح وما تسمعش الكلام اللي يضحكك. صحيح. هو مش ديما صحيح راه هذا. والله انا نتبعه وصحيح. كي نتبعه كي نلقى فيه فايده. كي يبدا الكلام اللي يبكي فيه فايده خير من الكلام اللي يضحك. نمشيو للمؤشر رقم 2. طب ناس بكري قالوا إذا غاب عليك أصله انظر أفعاله. إذا غاب عليك أصله انظر أفعاله. انظر أفعاله. قربني شوي خويا. شوف معي شكون استدعاك الليلة في برنامج عندي ما نقول لك. ويلو مش تديكش تفخمه ونعمله لك. صدقتش خلاص. شفت المثل قداش يضيع؟ الحمد لله. هذه عيني هذه. ولادك الكل عينيك. علاش هذه؟ هذه وعلاش عيني تعبت شوي في حياتها.
الناس كل شوف واحد كيجيب 7 صغار، مش 7 صغار مرتاحين في حياته، ساعات صغار يتعبوا كي ياخذوا رجال ما يكونوش في المستوى، ولا نساء زاد ما يكونوش في المستوى، الاولاد يتعبوا. ما عندك ما تعمل وقتها، وقت اللي واحد من اولادك يختار حياته. ساعات ولدك يطيح في مرأة صالحة يتهنى، وساعات يطيح لك في مرأة طالحة تحطم مسكين. وبنتك زادة كيف كيف راجل صالح ولا طالح. علاش تبكي؟ تبكي علاش؟ مش ذنبك، مش مسؤوليتك. اما هي فرحانة راه. ان شاء الله نحبهم يكونوا فرحانين كلنا. نورة نعم. قلت لي جيب لي امي، عندي ما نقول لها. تفضل. ماما اشتديكش تلفخين نجيب لك عند علاء. ماي علاء راهي تموت عليك ماما. حتى انا نموت عليك. هي كل تبع فيك، وكنت لهنا ولا في البرنامج الاخر تبع كان في علاء. هيك كنت في لخ جات لهوني. والله اصلا حتى بناتي كي تجي عندي ويحطوا لا عندي، ما نقول لك من بعد كي نتفرج فيه في التليفون نتاعي يقول لا دادا تموت عليا ذاك. ماما فلوخ با ماما حنان الغالية هاكي عند علاء. ماما جبتك باش نشكرك. هكا عملتي هذا الكل وما فقتش بيك؟ الكل توس فيلم توسا عملته لك بوغ تو فيان ايسي باش تجي ماما باش نشكرك باسكو بعتي عمرك بوغ تي زونفون. ربيتينا، tu nous as rendu des femmes، رديتينا دي نساوي ندافعوا على رواحنا، ما نخلوش شكون ياخذ لنا حقنا حتى بالتعب، ما نخلوش واحد يظلمنا. رديتي اخواتي اذكر رجال، ونحن رديتينا لا تنسى. اصلا بكل احترام البابا فريمون بكل قدري وبنت بابا، نحن في الحومه كيفاش يسمونا؟ بنت فطومه، بنيت فطومه، بنيت فاطمه. خاطر حتى كي نطلق مو جي ديفورسي، هاني طلقت وعودت حياتي، يجي غو ديفورسي وعودت حياتي. قبلتيني عمرك ما حسيتيني اللي عملت حاجه غالطه، ولا ديما واش تقولي لي ماما؟ وش الكلمه ديما تقوليها لي؟ الف زواجه الا زينه. خاطر مش ربيتينا مكتوب هذاك الكل افيك لا بودور ماما. مكتوب نو الحمد لله يا رب. ما عملتيش غلط وراسي مرفوع بيك. مكتوب. كي عرفتي ماما حق حسين، كيفاش عرفتيه؟ كيفاش عرفت كانت سو كومون إليتي، كيفاش كان بالحق؟ عملتي ليا عرس عباره جيتي سبيه خارجه من دار امي وشوي فيك هذاك، وفرحتي لي وقبلتيه وحسبتيه ولدك. حتى هو كي شفتي ماما تلمو قيمتك عندنا نحن وحتى عند العباد الكل، تعملي في الخير. انت كي مرضتي ماما ناحيتي سي وقفت. ما بالنسبه لينا ماما نحبوا نوصل كلمه للعباد يستحفظوا على امهم، خاطر المرض كي يجيه راهو ما يوصيش، ما يقولش هاني جايه. وكي انت مرضتي والله ربي هم بناتي 5 نبيعهم على جلك انت، عمري نعطيه على جلك انت، حياتي والله ربي. et tu le sais ماما، et tu le sais، et tu le sais. ربي توي يقول لي اختاري انت وبناتك، ونقول لهم جوست توا. صوري انت كي نحكوا مع لميا ولا نحكي مع راضيه ونستخيروا النهار هذاك لطف من بعد عمر طويل ان شاء الله نموتنا قبلك. لطف على بنيتي والله ماما لميا تبكي من تليفون غادي وانا نبكي هنا. اصلا ما عادش نجموا نحكوا فيه الموضوع. كي مرضتي ماما انت وشي اللي وجعنا نحن سيك انت تبكي علينا نحن مش كي تبكي عليك. Et pourtant j'ai qu'un staphylocoque doré, j'ai qu'un début de septicémie, كنا نحكوا لك على une amputation de la jambe. وطيب لنا والله على سيتي في العيد في وقت رمضان ماما طيبت لنا الحلاوه لي جاتو، وهي لافي une poche avec des antibiotiques pour un staphylocoque doré. معناتها ما حبتنيش نحسوا في العيد ما غيرها هي. نهار العيد هي تعدي، كان باش تعدي لا شيميو، تذكري ماما؟ وي. واش باش نقول لك يا ماما؟ والدار تذكري الكلمه كي دخلتي زين؟ واش قديتي ليا الدار في 6 أشهر؟ بعتي ذهبك مشيتي تنصبي في السوق وتبيعي باش حد ما يقول لي يا نوره كيفاش خذيتي لنا رزق. ما عنديش مزيه عليك. لا ماما والله نعمل لك اكثر من هكا. سي موا كي دوت فيغ اون ميزون. انت ربيتينا
Tu nous as tout apporté sur un plateau. وبورتون تعبتي علينا. Tu travaillais des 13 heures 13 سوايع ماما وانت واقفه تنظفي وكيما ديما نقولها لك. J'ai l'honneur d'avoir une mère qui a été femme de ménage. C'est un honneur pour moi. Je veux pas une mère médecin. ما حاجتيش. حاجتي بأم. كنا نخزرها مش وخوف قدر ماما. خواتي على ما تكيفوش قدامها راهم. مش وخوف ولا حاجه قدر. ما نجموش نقولوا كلمه زايده قدام ماما. ايش باش نقول لك ماما؟ ربي يطول في عمرك. ربي تينا نحسوا بالزوالي زاده. في الحومه هم يقولوا لنا مش مبينين جايين من الخارج، وعليش؟ خاطر ديما تقولي لنا نهار عندكم ونهار ما عندكمش. ردوا بالكم وتكبروا على العباد، حسوا بالعبد اللي ما عندوش. افهموه. حسوا بيه. ما تحقروش. هكا ماما؟ وي. باسكو تا كوني سا توا. باسكو انتي عرفتي الشيء هذاك وتعدى عليك. ومهما يكون حتى كي عرست المرة الأولى ماما بلي لميتيني. ما حبيتينيش نذيع. حتى كان صارت يافي دي شوز فما حوايج ما عجبوكش انتي قبلتاهم. مكتوب هذاك كله مكتوب. الحمد لله ماما. مكتوب الحمد لله. يلزم واحد يرضى بالقضاء والقدر. فاطمة. الحمد لله. نعم. علاش ما عودتش حياتك؟ والله يا علاء والله عمري ما نفكر فيه حتى هك باش تجيني العين. علاش ما كنتش انانيه وتحب روحك؟ ابدا. اولادي عيني، اولادي يدي، اولادي رجلي. وهم عاود حياته. والله يا علاء لا جت في مخي ابدا. اولادي عيني. عطيت حياتك لاولادك؟ حياتي من اللي صغيره حطيتها لاولادي. لاهين بيك؟ نحمده ونشكره. قايمين بالواجب معاك؟ أكثر من الواجب. هذه على كي جيت باش كي مرضت وشقيت، يعني حكيت لي مرضتي مش سهله، حاجه مخطره. وهي على باب ولادها. قسم لك بالله جد دخلت السبيطار بين داري والسبيطار، دارها والسبيطار تعمل 30 كيلومتر. جد دخلت لحظه شافتني ومشت. بنتي الاخرى كيف على باب ولادها. باش قال لها الطبيب عندها السكر لازم ترقدي في السبيطار. تحاول في الطبيب قالت له نشوف امي قبل ما نرقد. وانا كي مرضت على وصابني بربي بحاجه ربي مرحبا بها، الناس كل تمرض. غاضوني هم، هبلوا بالوقت. خايف عليهم هم؟ خايف عليهم هم. مش على صحتك؟ ابدا. هذه الليله بايته بحذايا، خلت لي كلمه زاد نحت 8:30 وهي فزت الصباح. قالت لي انت وقتاش فزيتي تلقاني نطيب في القهوه؟ قلت لها هاني عندي ساعه من اللي فزيت، نص ساعه. قالت لي وعلاش ما نوضتينيش باش نبروفيتي فيك نربح معك شويه الوقت؟ وجعتني الكلمه ذيك. قلت مالا ثم حاجه فاهمين اللي انا ماشي. اللي زرعتوا فيهم حصدتوا توا؟ اكثر من اللازم. نقول له يا ربي راني نحمدك، صبرت وكفاني ربي عقد صبري. انا عمري توني 64 سنه. جوزت عمري 18 سنه. 18 سنه. اقسم لك بالله عندي تو نقول لك 6 7 سنين من اللي عرفت عمري وعرفت قيمتي. عمري كل عطيته لولادي. تو تلهيت بروحك شوي. الحمد لله. كي واحد يعطي من عنده لاولاده رغم التعب ورغم القساوه، ايش تحس؟ بالنسبه لي انا نحس الراحه. ترتاح؟ نرتاح. هو بالحق كي تشوف البنيه هذيا هاو رافيها سوغ اكرون انا تو مثلا ونحسب روحي قاعد نتفرج في الدار، تقول والله ملا مستوى كلها معانا وملا بنيه وتبارك الله عليها قداش متربيه وقداش بنت عائله. كلهم يعني هي 7. والله على الفضل لله. اما تربيه فاطمه على 7 سوا واحد. ولدي الصغير كيفاش عانيت 7؟ كيفاش عانيت؟ اما يعلم بيا ربي كيفاش عانيت. يعلم بيا ربي كيفاش. تتفكرهم الايامات؟ تفكرها. انا مشيت لفرنسا عمري 18 سنه. نعطيك شوي. عمري 18 سنه. اول جيت جبت في دي بنيه عمرها 5 أشهر. قعدت 11 يوم برك، عديتهم كلها في دار امي. وبعد كي بديت نجيب 2 صغار 3 صغار في يدي، صدقني ما عنديش الوقت باش نلبس روبه ولا نلبس محرمه، نعمل السفساري ونخرج بيه. تخرج بيه. واختي تعطي فيه في السفساري، تتذكروا اختي مازلت في فرنسا نقول لها زينه كي تجي تسلمي عليه جيبي لي سفساري كفيتك، السفساري ما يستر. لا تهم تمشط لا تهم تمكيج، نعمل السفساري ونخرج غير في الحامه باش نجيب القريه. على شنو ربيتهم البنات؟ ربيتهم على الصدق، وربيتهم على النظافه، وربيتهم على الصراحه، وربيتهم ديما يخزروا لا قل منهم، وربيتهم ما يهزوش رواحهم،
وربيتهم يعرفوا العائله ويعرفوا القريب ويعرفوا البعيد، ربيتهم هكا وياخذوا كلامي ويخافوا مني ويخافوا من بويا. واضح. اجي اقطع بحذايا يا مدام. اغفر. بسم الله. خذ ليمتك. تفضلي يا حاجه. كان قد شوي راسي يوجعني بليش. ها؟ كانوا قد شوي. هيك علاش قلت لك انا نلبس على السيس اختي. قولي نور. قولي لا. فاطمه. نورة. نعم. اخر كلمه تقولها لي. والله maman je t'aime plus que ma vie et plus que la vie de mes enfants. تحبك اكثر من حياتها واكثر من حياه اولادها. ديما تقول فيها لي. مش باش تقول نقول لي لك كان نلقى نقتلهم هم وتقعدين والله علاء وعادي عادي ويعرفوا راهم بناتي خاطرهم يحبوها زاد كيف هكا راهم. عندي ولدي عمره 40 سنه كي تقول له على حاجه يقول لك لا تدو ماما يحفظ براسي 40 سنه. صدقني على 40 سنه ولد في فرنسا وكبر في فرنسا القارو اللي يجبدوا قدامي وولده صغير نتبعه ونسابي تلموني عامل احترام الروح يحترمني. اكيد. ما ناكلوش مع بعضنا ما نتفرجوش في التلفزيون مع بعضنا نسابي ونشكرهم الكل ونطلب من ربي الله يسترهم ويهدي لهم الذريه وربي يفضلهم وان شاء الله ما دامني حيه نسمع لهم كل الخير. سؤالي ليك يفتح هذا الستار نعم ام لا؟ يفتح الستار. ما يفتح. J'ai un message pour toi. هاي اقعد حاج جاي. حاج راه مش هي بركة اللي تحبك. لا اتونس كده دي ميساج. عندك ميساج مباشرة من فرنسا. اعطينا الميساج يلا. السلام عليكم. سلام علاء. سلام الجمهور التونسي. سلام ماما حبي. راكي فرحانة كي جيتي البحث علاء. عندك برج حبيتي تمشي هاكي الحمد لله وصلتي النهار هذاك. حتى انا تمنيت راني بحذاك والمساج هذا باش نقولهولك فاسا فاس اما لا غالب الظروف. اما فرحت لك قالت لي نورة راني فرحت متصوريش ماما من غير ما نقولك قديش نحبك. راكي أعز عبد عندي في قلبي. كان ما جيتيش انتي حتى نحن ما نطلعوش صالحين كي هكا. ربيتينا نحبوا بعضنا، ربيتينا نحبوا نعملوا الخير لغيرنا، ربيتينا نحسوا بالعبد. عطيتينا تربية ما شاء الله، حبيتينا نقروا، حبيتينا نوصلوا في الدنيا. الحمد لله راكي أعز أم في الدنيا. حتى صحاباتي ديما يقولوا لي فريمون ما شاء الله على أمك. في بالي باللي نعملوا معاك ماما وشوي راكي tu mérites le meilleur. كي مرضتي لنا الدنيا الدنيا هبطت، ما صورتوش النهار هذا نعطي روحي وما تموتيش انتي كي تعرف غيان ميم. نسحقوك كلنا نسحقوك، نحن ولادنا نسكل. ان شاء الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله ربي يشفيك ويخليك لنا. راكي اعز ام في الدنيا، اعز ام في الدنيا، وانا نحبك، نحب نوصلك ونقول لك merci beaucoup maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait pour nos enfants. Vraiment je te dis merci beaucoup maman. Je t'aime تعرفي، je t'aime à en mourir. Merci.
نعطي روحي عجالك. فوالا نقول لك هكا ميرسي، ونحبك ونحبك ونحبك. ما تصوريش فريمون، ما تصوريش قديش نحبوك الكل كلنا. تي لا ميور مير، جو تيم مامان. كما خليناكش وحدك يا بارك الله فيك. بارك الله فيك. لا بارك الله فيك. يعيشك. ربي يفضل لك الصغيرات يعيشك يا والأولاد. علاء، يعيشك. هبه انا نورة. يعيشك يا هذا علاء. علاش بكدا. يبقى ان ميساج، عدوا ميساج للرجال اللي يضربوا في نساوينهم. اي يحشموا شوي، يحشموا شوي. اون 2020 فوالا. داخلين في 2020 يحشم. ونساوين زاد الدفع على ارواح. لازمها تتكلم، لازمها تمشي تشكي وتدخلوا للحبس وتخلي لعبه تحكي، لعبه تحكي هكا. هذه مرأة تتضرب هذه. سي سا. ولو مساج البوك ان شاء الله لاباس وان شاء الله اما المرأة هذه ما تتضرب. هاي ربات وعملت. تحية كبيرة اليوم. الليلة اخترت لكم النموذج هذا باش يكون درس البرشا أولاد والبرشا بنات اللي ما يعرفوش معنى الأمومة ومعنى الحب ومعنى التفاني ومعنى التضحية. الليلة في برنامج عندي ما نقول لك هالموجات الإيجابية اللي كنتوا تسمعوا فيهم ماذا بينا يكونوا في داخل كل عائلاتنا. عندي ما نقول لك راه ماهوش برنامج بتاع الفضايح ولا برنامج بتاع أفضحني ونفضحك ونعمل لك وتعمل لي، لا. عندي ما نقول لك في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا. هالايامات الموجات الحق إيجابية جدا ومتواصلة، وماذا بيا تقعد هكا، ماذا بيا كالعرك والمعرك ما يجينيش، ماذا بيا تقعد هكا على الأقل. خلينا نهزوا شوية المورال على قد ما هو طايح، على قد ما هو طايح لنا على الأقل يرتفع شوية المورال. مشاهدة طيبة للجميع. بعد الفاصل باش نتبعوا حكاية أمل، قصة فتاة عاشت أكثر من 14 سنة في عالم المومسات والبغاء القانوني. 100 200 أكثر بجد 400 في كل مخور. أصابوها قداش فيه؟ على الأقل قداش فيه؟ 200 300. وين تاكلوا وين تشربوا وين تباتوا؟ ديار غاد. أول مرة نسمع حكاية كيما هكا.